مستمعينا الاعزاء، اهلا بكم معنا وصباح جديد، صباح الزهره، زهره العرب لكل العرب من المغرب للخليج، والزهره السياحي. طلاب سياحه السادات في رحله ميدانيه لمتحف المجوهرات بمحافظه الاسكندريه. نظمت كليه السياحه والفنادق بجامعه السادات رحله ميدانيه الى متحف المجوهرات الملكيه بمحافظه الاسكندريه، وذلك بالتعاون بين قسمي الارشاد السياحي والدراسات السياحيه. يسعدنا ان يكون معنا الدكتور محمد السيد، المدرس بقسم الإرشاد السياحي. أهلا بك ضيفا عزيزا غاليا علينا دكتور محمد. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين. يعني شيء جميل جدا، وجهود رائعة في الحقيقة. ناخد فكرة من سعادتك دكتور محمد عن طبيعة هذه الجولة والزيارة التي تمت بالأمس لمتحف المجوهرات بإسكندرية. اتفضل يا فندم. والله يا فندم، أولا أحب أشكر سيادة العميدة إنها دايما بتوفر لنا الأتوبيس دكتور نهى والموافقات. عزمي. الدكتورة نهى عزمي، الأستاذ الدكتور نهى عزمي بتوفر لنا دايما الدعم في موضوع الأتوبيس والموافقات الأمنية. الزيارات دي بتتم المفروض أسبوعيا، وده جزء من الجزء العملي بالنسبة لطلبة إرشاد سياحي الفرقة الرابعة. مم. بيكون الزيارات في الترم الأول كله عبارة عن أماكن لها علاقة بالتاريخ اليوناني والروماني، وجزء خاص بالتاريخ الحديث والمعاصر. من ضمن الأماكن اللي كنا بنزورها امبارح، وهي بتبقى زيارة علمية ومش رحلة يعني، هو متحف المجوهرات الملكية. المتحف ده من وجهة نظري هو من أفضل المتاحف اللي بتعرض القطع الذهبية والمجوهرات الذهبية والمقتنيات الخاصة بأسرة محمد علي. مم. المتحف ده هو عبارة عن كان قصر أصلا في البداية خاص بالأميرة فاطمة الزهراء، ودي من أميرات أسرة محمد علي. ولكن في عهد الرئيس مبارك قرر المجلس الأعلى للآثار تحويله لقصر أو متحف لعرض المقتنيات الخاصة بالأسرة، واختاروا أحد القصور الخاصة بالأسرة بحيث أن يكون مرتبط شوية بالمعروضات اللي هتكون موجودة في الغرف بتاعته. القصر ده هنلاقوا فيه من أنظر القطع والتحف الخاصة بالأسرة. طبعا معظمها مشغولات ذهبية، واستخدم فيها كتير من المعادن النفيسة. وأنا بنصح أي حد بيزور اسكندرية إن هو يزور المتحف ده، وللأسف هو مش واخد حقه سياحيا في اللي هي الجولات الخاصة بالسياحة اللي بتنزل في اسكندرية. احنا فهو فرصة محتاج. طبعا، فرصة كويسة ان احنا برضو يعني بنلقي الضوء من خلال الزهرة السياحي، زهرة العرب، على المناطق الأثرية الهامة بمصر والتي تزخر بها الدولة المصرية. ودي فرصة كويسة ان احنا نعرض من خلال سعادتك دكتور محمد وكلية سياحة وفنادق قسم الإرشاد السياحي عن أهم هذه المعالم الهامة يعني. تمام بالظبط يا فندم. هو في طبعا احنا عارفين ان اسره محمد علي كان بالنسبه لهم الاسكندريه هي عباره عن المقر الصيفي اللي كان بتتنقل الحكومه المصريه كلها هناك، وكان المقر الحكم ده موجود في قصر راس التين. طبعا بالاضافه الى باقي افراد الاسره اللي كانوا بيفضلوا اصلا الاسكندريه، خاصه الجو بتاعها والاماكن النادره اللي بتطل على البحر مباشره. القصر ده موجود في قصر المجوهرات، موجود في منطقة زيزينيا، وسهل إن الواحد يوصل له من على الكورنيش مباشرة يعني. مم. آه، القصر القصر النهارده يعني هم عملوا فيه أو استحدثوا فيه قاعة جديدة كده، هي خاصة بقاعة المقتنيات المؤقتة. وبيجيبوا من وقت للتاني، أو إدارة المتحف بتكون حريصة إن هي تجيب بعض القطع من المتاحف الأخرى لعرضها في القاعة الأولى للمتحف. هنلاقوا بعد كده برضو في صالات المتحف او الغرف بتاع المتحف صور نادره لكتير من الحكام وافراد الاسره الحاكمه. هنلاقوا كتير من الهدايا اللي كانت بتقدم للملك فاروق في مناسبات معينه. هنلاقوا الجائزه اللي اخذتها مصر في عهد الملك فؤاد، ونتيجه لمشاركتها في الدعايه السياحيه لمصر. طبعا كل المقتنيات الخاصة أو معظم المقتنيات الخاصة بالملكة فريدة والملكة نريمان والأميرة فوزية والملكة نظلي، أغلب القطع الذهبية أو المشغولات اللي موجودة في المتحف بتخصهم هم بالأخص يعني. هنلاقوا مثلا في كوبري قصر النيل، هنلاقوا الرسم او المخطط الموديل بتاعه اللي هو موجود، كان بيبقى عباره عن جزء من الادوات المكتبيه لمكتب الملك فؤاد. هنلاقوا موجود هناك الازميل والمسطرين اللي كان بيستخدمهم الملك فؤاد لحظه الافتتاح.
ما شاء الله، يعني حاجات جميله جدا جدا دكتور بالظبط يا محمد. فندم. وبنشكركم طبعا على الجهود الجميله، وان ابنائنا من طلبه وطالبات قسم الارشاد السياحي والدراسات السياحيه ان هم يروا الوجه الجميل والسياحي لمصر، واحنا بدورنا برضو بنتعاون ونتضامن مع حضرتك ونتكاتف مع كليه سياحه وفنادق جامعه مدينه السادات، ان احنا برضو يعني نزيد الوعي السياحي زي ما طلبت حضرتك في بدايه هذا اللقاء. كل الشكر والتقدير لحضرتك على هذا الجهود الجميل، ويعني مصر جميلة بيكم دايما يا دكتور محمد. ألف شكر لحضرتك يا فندم، وشكرا على مجهودكم في زيادة الوعي فعلا، لأن احنا عندنا كتير من الأماكن السياحية محتاجة إن المصريين يفهموا بلدهم ويعرفوا بلدهم أكتر، لأن احنا دايما مرتبطين بالتاريخ بتاعنا والماضي، ما ينفعش نغفلوا عنه وما نبقوش عارفين حتى إن الآثار أو القيم الأثرية اللي موجودة عندنا ديت ما نعرفوش عنها حاجة يعني. تمام دكتور محمد. ألف شكر لحضرتك يا فندم.